مرحبا متابعينا الكرام، اليوم جبت لكم كعب الغزال الشمالي. كعب الغزال الشمالي الغني عن التعريف في مدينة طنجة وتطوان والشاون والنواحي. الكعب اللي كيكون حاضر في جميع الأفراح والمناسبات. اليوم جبت لكم الطريقة المثالية ديالو، الطريقة الناجحة اللي غادي تعتمدوها إن شاء الله. ما عليكم الإخوان والأخوات إلا تفتحوا ودنكم معايا مزيان وتمشيو معايا إيطاب باغ إيطاب باش تشوفوا الطريقة كيفاش غنعملو. لاحظوا الورقة كيفاش كتجي يا سلام مرطبة وفتية. بالنسبة للحشوة كتجي معلكة، واحد التعليكة اللي خطار. أنا نعطيكم اليوم السر باش تجيكم تعليكة بحال هيدا. هيا معنا إلى المقادير. بالنسبة للمقادير الإخوان راه سهلة وبسيطة. عندنا هنا 1 كيلوغرام من اللوز، عندنا 400 غرام من السكر الناعم يعني سكر كلاصي، عندنا 150 غرام من الزبدة المذابة، نصف كأس من ماء الزهر، وعندنا 2 معالق كبار من الكونفيتير، عندنا معلقة من السمن، معلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة من المسكة الحرة اللي كتكون مطحونة مع السكر. هادو هما المقادير المعتمدة اللي كنستعملوا الإخوان والأخوات. كنطحنوا اللوز، من بعد كنبداو على بركة الله. لاحظوا معنا فاش كنطحنوا اللوز أول حاجة كنضيفوه هو السكر كلاصي. اما غتخلطوه باليد او غتخلطوه بالعجانه. انا صراحه خلطته بالعجانه لان عندي هنا 2 كيلو. كنعملو السكر هو الاول يعني كيتخلطنا مع اللوز. كنضيفو الزبده المذابه كيف ما كتلاحظوا. من بعد غادي نضيفو الكونفيتور وغنضيفو القرفه والمسكه الحره وغنضيفو جميع المكونات من غير ماء الزهر. ماء الزهر كنحتفظوا به في الاخير باش هو اللي غادي نبداو نعلكو. اول سر باش يجيكم الحشوه معلكه هو الكونفيتور. يعني كنعملو، لاحظوا انا صراحه عملت 3 المعالق في الكيلو. عطيو الكونفيتور ما تخافوش. من بعد كنبقاو نضيفو الماء الزهر قطره بقطره قطره بقطره مع العرك، اما كنعركو بيدنا الاخوات او كنعركو بالماكينه. فاش كنبداو نعركو اللوز ديالنا راه كيبدا يخرج لنا الزيت، ما تخافوش بقاو تعطيوه قطرات من ماء الزهر حتى كنحصلوا على هاد العقده هادي. بالنسبه لهاد العقده اللي كتلاحظوا معايا راه غتلاحظوا شي حبيبات تما، هادوك ديال السمنحار. السمنحار كان عندي في الثلاجه، يعني بقاو الطريفات ديالو، لكن غنزيد نعركو باليد باش ما يبقاش ديك الحبيبات. لاحظوا التعليكه كيفاش كتجي، صراحه كتجي رائعه. ولا وصلتوا حتى لهنا ما تحرموناش من الجيم ديالكم والتعاليق المزيونه ديالكم ومن اي حاجه كنستاهلوها منكم طبعا. من بعد غادي نجيب واحد البلاطو وغادي نحربلو الحرابل ديالنا. بالنسبه للحرابل ديالنا الاخوات راه كنعتمدوا على شنو عندنا، واش كوموند الافراح ولا الكيلو. الا كان الافراح كنفوتوا 20 غرام حتى 22 غرام حتى 25. اذا كان بالكيلو كنعملوا 18 15 20 غير هيدا باش بالكيلو باش كينزلنا اكثر. بالنسبه للعجين جاهزه. اخوان الاخوات انا ما عملتلكمش العجين في هذا الفيديو باش ما يطولش. اذا بغيتوا الوصفه العجين قولوها لي في التعاليق. كنطلقوا الاخوان الاخوات العجين ديالنا في الماكينه على رقم 2. علاش رقم 2؟ لان حنا كنقشوا الكعب. بالنسبه للاخوات اللي كيعملوا كعب بلدي وما كينقشوش ما حتاش يتعملوا رقم 2، عملوا غير رقم 1. لاحظوا اول حاجه كنحطوا الحربول ديالنا وكنحيدوا منه الهواء. اول حاجه يعني خصنا الهواء يحيد من الكعبه، عاد كنتنيو وكنشكلوا. هذا التشكيل ديالها راه ساهل بالنسبه للاخوات المبتدئات، راه ماشي شي حاجه. لاحظ معي اكرر. كنوضعوا الحربول ديالنا، كنقلبوا العجين. اول حاجه كنخرجوا الهواء من الكعبه وكنضغطوا على الجوانب وكنحاولوا نطلعوا. حنا الكعبه الشماليه كتكون شويه طايحه ما كتكونش واقفه. بالنسبه للكعبه البلديه او الكعبه ديال فاس او الكعبه ديال الرباط كتكون الكعبه واقفه. حنا كنعملوها طايحه. حنا كنقشوها 3 النقشات. انا نوريكم طريقه النقش راه اسهل ما يكون. اول حاجه كنوضعوا الكعبه ديالنا على رؤوس الاصابع. كناخذوا النقاش ديالنا، ما كنفتحوش النقاش كيف ما كنوريكم دائما في البث المباشر. كنحاولوا ما امكن نعملوا خطوط اللي كتكون متوازيه مع بعضها وفي نفس الوقت مائله واحد 45 درجه. هذا في الظهر ديال الكعب حنا كنسميو هذه. غادي نمشيو معها حتى للفينال. كتلاحظوا معايا راه عمليه سهله جدا الاخوات. حاولوا ما امكن تعلموا النقش في شي طرف العجين يكون فارغ، من بعد عاد نقشوا الكعبه. كنقلبوا الكعبه ديالنا وكنقشوها من الفوق يعني لوجاد الكعبه. كل نقشه عملناها في الاسفل غنعملوا المرادف ديالها في الاعلى. سهل جدا كيف ما كتلاحظوا معايا. لاحظوا الاخوات غنوصلوها حتى الاخر ومن بعد غنقشوا الحاشيه على سطح العمل. الحاشيه راه سهل. بالنسبه للاخوات اللي كيتسائلوا انا كنقول لكم دائما رجعوا للفيديوهات البث المباشر، كيكون عندنا التفاصيل، كيكون عندنا وقت كافي للتعليم. شوف الكعبه كيفاش كترجع.
من بعد كنزلوها في اللاطه باش كتيبس على ديك الشكل، وكنخليوها اما ليله كامله او نصف يوم. انا صراحه كنخليها غير نصف يوم لان الكعبه منقوشه ما كيوقع لها حتى شي حاجه في الفرن. لاحظوا ها النتيجه الاخوات. كنشعلوا الفرن ديالنا اللي كيكون يعني على 150 درجه، والناس الغاز ما تسخنوش بزاف، ودخلوا الكعبه وخليوها تنشف على الخطر ديالها. راه كتجي رائعه صدقوني الاخوان، كتجي مذاق ديالها يا سلام. ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، التعليقات المزيونه ديالكم، واذا بغيتوا نشارك معكم العجينه ديال الكعب خليوها لي في التعاليق، وما غيكون غير الخير ان شاء الله. مع تحيات حلويات عروس الشمال، لا تنسونا من دعائكم إخواني أخواتي.